عادي والله انا ما اتدخل في الحوار. خليك قلت لك نعم. لا مش قصد، فكرت انت بايش؟ لا خليك انا بس عشان يضيفوا الحساب ولا يحضروه الشيعة، لان حجيب لهم بحساب رقم 115. دعموا يا اولاد اخوكم خالد، دعموا الشيخ خالد، الشيخ خالد طيب. يلا ابدا انا. ضحكتك الحلوه دي. ابدا انا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد قبل لا المرسلين. تبدا ابو عمر، ابو عمر اقاطعك بالخير ان شاء الله. ابو عمر اي غلط وتجاوز انا ما اقبل به، خلي يكون ما حوار تسمع مني غلط باذن لا الله. تتجاوز على بسم رموزي الله. وانا ما يلا اتجاوز على رموزي. خلاص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال لضيفنا المكرم: أنتم تقولون يا الله بجاه علي، يا الله بحق فاطمة، أغثني، أدركني، إلى آخره. من هو السؤال لك؟ من هو الإمام من أئمتك أجاز لكم أن تسألوا الله بخلقه وتقولوا اللهم بجاه علي بحق فاطمة؟ من هو الإمام؟ إن قلت لي الإمام فلان أخرج لي الرواية، وإن لم يكن الإمام فلان فقل لي من أجاز لكم أن تقولوا اللهم بحق فلان وجاه فلان. أنا ألزمك من كتبك الآن أن تخرج لي من كتبك، وأنا ألتزم بكتبي. الآن أنا ألزمك من كتبك، أخرج لي الإمام الذي أمرك أو شرع لك أن تقول اللهم بجاه علي أو بحق فاطمة. تفضل. احسنت، بارك الله بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور الي دقيقتين مثل ما الى دقيقتين. يا استاذ احمد يا تميم، دقيقتين استاذ احمد راح لو سمحت نظم بينهم يا استاذ احمد، انا متوتر وزعلان ومش مركز معاكم، بعد اذنك يا استاذ احمد. موالد. نعم بلش. نعم. في روايه ناتي الى الكليني، الشيخ الكليني في الكافي بالجزء الثاني بالصفحه 545 عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عن عيسى ابن عبد الله القمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول اذا فرغ من الزوال: اللهم اني اتقرب اليك بجودك وكرمك، وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك، وأتقرب إليك بملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين. هذه الرواية حتى نجي يقول أبو عمر خاف يضعف السند، ووردت هذه الرواية لدى شرح أخبار آل الرسول في مرآة العقول، وقال عنها العلامة المجلسي هو حديث حسن. هذا أولا. ثانيا، رواية ثانية، نأتي إلى رواية ثانية. توسل الإمام السجاد عليه السلام بأهل البيت عليهم السلام، وهذا ما ورد في دعاء السجاد. ومن أدعية الصحيفة السجادية تذكر أن الإمام السجاد عليه السلام توسل بالنبي وأهل البيت عليهم السلام. وفي أحد أدعيته دعاء 87 يقول: أنا نتوسل إليك بمحمد صلواتك عليه وآله رسولك، وبعلي وصيه، وفاطمة ابنته، وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحج عليهم أفضل الصلاة والسلام. كذلك ما ورد عن الأئمة عليهم السلام، أمير المؤمنين الذي أتينا به ذلك. وهذه تعتبر الرواية التي وردت في الكافي وصححها العلامة المجلسي وقال سنده معتبر، وكان الاعتراض على يا من موالد خلصت. نعم. الله يهدي المداخلة. نعم. الثانية أبو عمر،
معك دقيقتين. يلا. كبرني. يلا الدكتور مش موجود، دقيقة واحدة بس. دكتور محمد، يا دكتور محمد، ايوه استاذ احمد انا هو. كبر الشاشة معاك يا حبيب قلبي، معلش انا اسف يا ولا الشاشة والله من ساعة لما ضربت الورقة وانا زعلان والله العظيم. كبر الشاشة. ماشي معلش انا بكبرك انت يا اخ احمد، معلش. لا بكبرك انت ولا ابو عمر؟ ابو عمر. ابو عمر. حاضر. ابو عمر بلشت الدقيقتين. يا رب، هذه الرواية التي جلبها لي هذا الرجل من الكافي، وقال أن محمد باقر المجلسي قام وحسن هذه الرواية. لماذا لم يصححها؟ لماذا لم يصححها والتي تقول اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك وأتقرب إليك بملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وبك اللهم أنت الغني. أولا هذه الرواية لا فيها بحق محمد ولا فيها بجاه محمد ولا فيها بحق علي ولا فيها بجاه علي، إنما محمد فقط. لكن هل هذه الرواية صحيحة السند؟ الآن هذا أبو عبد الله البرقي، أحمد ابن أبي عبد الله البرقي ابن البرقي قال النجاشي أحمد ابن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر، أصله كوفي، وكان جده محمد إلى أن قال وكان صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق، وكان ثقة. إذن هذا الرجل قال كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل. يروي من؟ يروي عن الضعفاء. لنرجع إلى الرواية. أبو عبد الله البرقي يروي عن الضعفاء. الآن أمام الجمهور أخرج لي توثيق عيسى ابن عبد الله القمي. علماؤك ما يوجد أحد وثق عيسى ابن عبد الله القمي فهو ضعيف. أقول للمجلس كيف وثقت عيسى ابن عبد الله القمي وما يوجد أحد وثقه؟ علماؤك قالوا أن أبي عبد الله البرقي يروي عن الضعفاء وهو روى الآن عن عيسى ابن عبد الله القمي. هات لي من وثق عيسى ابن عبد الله القمي. معك المايك. كان ابو عمر موالي. طيب الآن الأخ طلب من عندي توثيق عيسى ابن عبد الله البرقي، وأنا جئت بالرواية القمي وذكرت القمي. نعم، نأتي إلى الرواية. يلا بلشت الدقيقتين يا موالي. نعم. نأتي إلى الرواية. طبعا هنا الأخ ضعف الرواية ويقول النجاشي ضعف عيسى بن عبد الله البرقي أو القمي، والسيد الخوئي يقول طبعا هذا راح يأتي علما إلى إبراهيم ابن هشام، ويدل على ذلك عدة الأمور، أنه روى عنه ابنه عن علي في تفسيره كثيرا، وقد التزم في أول كتابه بأنه ما يذكر فيه قد انتهى إليه وبواسطة الثقات، وتقدم ذكر ذلك في المدخل بالمقدمة الثالثة، وأن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته حيث قال
عنده ذكر رواية عن أمال الصدوق في سندها إبراهيم بن هشام، ورواه الحديث ثقات بالاتفاق، وعلى شنو؟ على فلاح السائل الفصل 19 الصفحة 158. زين. يا ضيفنا ونأتي. أنا ما أتكلم عن إبراهيم بن هاشم القمي. لا تقاطعني، لا تقاطعني. أنت الآن تتكلم عن إبراهيم بن هاشم القمي الذي ادعى ابن طاووس جايك على عيسى، الاتفاق على وثاقته. جايك على عيسى، لا تقاطعني. يلا جاي، لا جبني على عزيزي. عيسى، أريد عيسى ابن نعم. القمي. يلا. نعم جايك على عيسى. سؤالي لك قبل لا ينتهي وقتي، أريد من عندك تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله برواية قطعية الدلالة قطعية الثبوت من زمن النبي وزمن الصحابة والتابعين. هذا سؤالي لك الأول. نأتي إلى عيسى. وروى عبد الله عليه السلام، روى عن ابن الكاف بالجزء الأول الحجة باب ثبات الإمام والعقاب. نأتي إلى عيسى ابن عبد الله ابن محمد. قال النجاشي: عيسى ابن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب، له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا أبو الحسن ابن الجندي قال حدثنا أبو عليم همام قال حدثنا وعيسى بكتابه. وقد أجمع أبو بكر محمد بن سالم الجاعي روايات عيسى عن آبائه. وأخبرنا محمد بن عثمان. وقال الشيخ عيسى بن عبد الله. نعم، بس أريد أنطي التوثيق مالته، وهو موجود توثيقه موجود، وهو إمامي ممدوح. طيب، اتفضل إلك المايك وتجاوبني على سؤالي، وأنا أحضر لك رواية ثانية كبرني التوسل من كتبي ومن كتبك أيضا إن شاء الله. كبرني. نعم. كبرني الآن. طلبت منه توثيق عيسى ابن عبد الله القمي، فذهب إلى المفيد من معجم رجال الحديث محمد جوهري الصفحة 488. فماذا فعل هو قام وترجم لعيسى ابن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب. ومع ذلك نكمل. ذكره بهذا العنوان: كل من النجاشي والشيخ مجهول. أنا أريد توثيق عيسى ابن عبد الله القمي. عيسى ابن عبد الله القمي. قلت لي أنت إذن إلى الآن الرواية لا تصح أبدا عندك حتى تخرج لي توثيق عيسى ابن عبد الله القمي. قلت لي أنت أخرج لي، اعمل ميوت، عم يتردد صوتي من عندك. التوسل. قلت لي أخرج لي بسند، أخرج لي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التوسل. سأخرج لك من كتبك، أنا ما أحاورك إلا بكتبك. أخرج لك من علي بن أبي طالب. قال: ومن خطبة له عليه السلام وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة. كتاب نهج البلاغة. يقول الإمام علي: فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه. قال: ولا تسألوا به خلقه. لا تقل يا الله أسألك بفاطمة، أسألك بحق فاطمة، أسألك بجاه فاطمة. إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. أقول لك: هات لي توثيق عيسى ابن عبد الله القمي حتى أقول لك روايتك صحيحة وتنتهي المناظرة بيني وبينك. 2. أجبني على هذا الكلام: ولا تسألوا به خلقه. اللا هنا لا هنا لا ناهية. الإمام علي يقول لك: ولا تسألوا به خلقه. أسألك الآن: لماذا أنت تخالف الإمام علي وتسأل الله بخلقه؟ لماذا تخالف الإمام علي وتسأل الله بخلقه؟ أعيد عليك السؤال مشان تعرف. لماذا تقول يا فاطمة اللهم بحق فاطمة، اللهم بجاه علي،
وعلي قال ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. جاوبني على ولا تسألوا به خلقه، وأعطني توثيق عيسى ابن عبد الله القمي. طيب يا أخوان، سألته قلت له أريد دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة في زمن النبي في زمن الصحابة على تحريم التوسل بالنبي. راح جاب لي من نهج البلاغة وذلك الأمر ينطوي على المشركين ذلك الأمر على المشركين. طيب أنا راح أعطيك رواية ثانية باعتبار أنه أنت سقطت ذيك الرواية، وراح أعطيك رواية ثانية حتى أبين أمري. ولكن قبل أن أعطيك تلك الرواية أريدك أن تجيبني على ابن حجر العسقلاني في الدرر في أعيان الدرر الكامنة في أعيان 108 بالجزء الأول من الصفحة 149 إلى صفحة 155. وأنا كان سؤالي أريد أن أبين به من أتى بالتحريم بالتوسل، وهو قول ابن حجر العسقلاني في ترجمة ابن تيمية. قال القضاة الثلاثة المالكي والشافعي والحنفي في استتابة ابن تيمية في استتابة ابن تيمية وسجنه بسبب قوله لا يستغاث بالنبي، وفي سنة 719 منع من الفتيا، وفي سنة 726 سجن بالقلعة بسبب منعه وزيارة النبي صلى الله عليه وآله حتى مات في سجنه في سنة 728. نأتي يا أخوة إلى التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، وهو ما جاء به الكثير من الصحابة بذلك الأمر. باعتبارك أنت دخلت على كتبي وأنا راح أدخل على كتبك حتى نبين من الذي جاء بذلك الأمر. طيب نأتي إلى رواية الصحابي عبد الله ابن عباس. فقط أريد أن أبين تلك الرواية حتى أعطيك المايك، وبعدها أروي لك رواية ما جاء من عندنا في الروايات من بعد إذنكم إخواني. الصحابي عبد الله ابن عمر ينادي النبي صلى الله عليه وآله وهو في قبره ليتشافى من خدر رجله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن سعيد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد. قال يا محمد. رواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن ابن سعد مولى ابن عمر. وين روى بالأدب المفرد للبخاري ما يقول الرجل إذا خدرت رجله بالصفحة 235 حديث 964. هذا أولا. ورواه وابن السني في عمل والليلة، والنووي في أذكار عن الهيثم بن حنش. هذا أولا. الصحابي أبو أيوب الأنصاري، لجوء الصحابي أبو أيوب الأنصاري لقبر النبي صلى الله عليه وآله لشكواه والبكاء عنده بعد أن تسلط أمراء السوء على أمر المسلمين وعاثوا فسادا في الأرض. فقد روى أحمد في مسنده أين ذلك عن داود ابن صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم آت الحجر. سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله. وين هذا؟ مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار بالجزء الخامس بالصفحة 493. نأتي إلى رواياتنا. رواية الإمام الصادق عليه السلام والتوسل بالنبي وعنه عن أبيه عن الحسن بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فقل اللهم أني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي وأتوجه إليك فاجعلني به وجيها عندك في الآخرة من المقربين. اجعل صلاتي به مقبولة ودنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم. الكافي بالجزء الثالث بالصفحة 309. لك المايك وأنا لهنا انتهيت. أريدك تنطيني دليل أو رواية قطعية الصدور من كتبك على تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله. تفضل أبو عمر معك 4 دقائق ونص.
كبرني. كبرني كبر. كبرني يلا ابدأ لي الوقت، ابدأ لي الوقت. يلا. حكاية ابن حجر العسقلاني باستتابة ابن تيمية حكاية لا تصح أبدا بسبب عدم وجود سند لها. أخرج لي السند من ابن حجر إلى ابن تيمية. 2. قلت أنت كان علي بن أبي طالب يخاطب المشركين، وهذا كذب منك. علي بن أبي طالب في هذه الخطبة ما يخاطب المشركين. قال: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب، ومن جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان بالعمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غني، فاستشفعوا من رارة واستعينوا به على فيه شفاء من أكبر الدواء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع ولا إلى آخره. أين في الحديث لماذا كذبت وقلت أن علي بن أبي طالب يخاطب المشركين؟ أعيد عليك الآن، يخاطبكم علي بن أبي طالب في كتبكم، يقول لكم ولا تسألوا به خلقه. سؤالي لكم: لماذا سألتم الله بخلقه؟ قلتم يا الله بجاه علي بحق فلان، وعلي قال ولا تسألوا به خلقه. ترقع للرواية وتقول لي كان يخاطب المشركين، هذا ترقيع وهروب من الرواية. تقول أنت خدرت رجل ابن عمر، خدرت رجل ابن عمر. قبل أن أجيبك على خدرت رجل ابن عمر، قلت أنت أنا عندي في أصول الكافي الرواية تقول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عيسى عن علي بن النعمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله كان أمير المؤمنين يقول عندما يستفتح الصلاة: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة. هذه الرواية مكذوبة على علي بن أبي طالب في كتبهم، والدليل أنه قال عن بعض أصحابه. من هم؟ مرسلة. هذه الرواية مرسلة، والمرسل في دينك لا يصح. ودليلي اذهب إلى محمد باقر المجلسي ستجده أنه قال الحديث مرسل. إذا ما قال الحديث مرسل فأنا الآن سأقول لك فزت علي. قال عن بعض أصحابه. من هؤلاء؟ 3. قلت أنت أن بدي خليني الوقت لحتى جاوب. قال جئت ابن عمر فخدرت رجله فقلت ما لي رجل؟ قال فاجتمع عصبه فقال ادعو أحب الناس إليك، قال يا محمد فبسطه. قال وهذا إسناد لا يثبت بسبب عبد الرحمن بن سعيد القرشي العدوي الكوفي مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي العلل الدارقطني ترجمته. 2. الرواية الثانية شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع ابن عمر. من هم؟ ما معروفين. الحديث مرسل. قال خدرت رجله فقيل اذكر أحب الناس، قال يا محمد. رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث وفي إسناده ضعف بسبب إبهام الراوي. الآن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش قال كنا إلى أن قال اذكر أحب الناس إليك، كمان عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر، فقال يا محمد، قال فقام فكأنما نشط من عقال. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وهذا إسناد ضعيف أيضا بسبب الهيثم بن حنش، ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري وفي الجرح والتعديل، وليس لأحد من أهل العلم فيه توثيق ولا تجريح، فهو مجهول. لا وقتك أبو عمر. الآن قبل أن ينتهي وقتي
الروايات التي جلبها حكاية ابن حجر ما أعطاني سند لها. كذب وقال أن عليا كان يخاطب المشركين. خدرت رجل ابن عمر رواية ضعيفة في كتبي. 3. أرد على كل شيء مشان هي. جلبت لي رواية من البخاري مرسلة عن بعض أصحابه. الآن أقول لك، سؤالي لك، علي بن أبي طالب قال ولا تسألوا به خلقه. لماذا أنتم تسألون الله بخلقه وتخالفون عليه؟ أكثر من روايتين ما بيسمح لك، أكثر من روايتين ما بيسمح لك أبدا بكتبك. وأي رواية بكتبك أعطني سندا لها. رواية تحتج بها علي أعطني سندا لها. تفضل جاوبني على هالسؤال. ولا تسألوا به خلقه. موالي معك. طيب أنا قلت لك نعم 5 دقائق إلي. أخوان ما جاوبني على الصحابي أيوب الأنصاري اللي أنا ذكرته بمسند أحمد بن حنبل. طبعا هو يضعف من كيفه ما يأتي في البخاري. ليش يعطيني وين بسند أحمد بن حنبل؟ لا تقاطعني يا أخي، أنا ما حكيت يا عزيزي، أنا ما حكيت واحدة بوقتك بوقتك أبو عمر بوقتك. تقول لي ما جاوبني. تفضل يا عزيزي بوقتك اكتبهن دونهن بوقتك حتى تجاوبني عليه. درجن كامشتي منتدى وروايات ما درجن هذا يعني انا اعتبره من عندك مقاطعه حتى تريد تشوش على الفكره وتريد تشوش على الوضع. يا ضيفنا الموالي الان حنوقف لك الوقت واحده انصافا لك راح نوقف لك الوقت. روايه اقرا لي روايه ابو ايوب الانصاري. يلا رواية أبو أيوب الأنصاري. طيب تروح المستدرك رواية أبو أيوب الأنصاري اللي هي ذكرتها لك أنا هسه. أبو أيوب الأنصاري بالمستدرك للحاكم بالجزء الخامس. لا نعم عن داود ابن أبي صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على قبر النبي فقال أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم آت الحجر. سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. هذا وين؟ هاي تلقاها بمسند أحمد ابن حنبل مسند الأنصار الجزء الخامس بالصفحة 493 بحديث 32648. طيب ما يصير انا تقاطعني، انا غير عندي روايه اريد انطيك اياها، انت احتجيت عليه بالروايه الاولى قلت لك اترك الروايه الاولى اعتبر انه انت قلت عليها ضعيفه وانا ما قاطعتك. ناتي الى روايه ثانيه. طيب هنالك روايه وانا ذكرتها لك قلت لك بالكافي بالجزء الثالث بالصفحه 309 وعنه عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فقل اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي. الكافي أي جزء؟ الجزء الثالث. أي صفحة؟ وكذلك أي صفحة؟ الصفحة 309. وكذلك وردت هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام عبر هذا العنوان. وكذلك الشيخ الصدوق أبو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المتوفي 381 بالفقيه بمن لا يحضره الفقيه بالجزء الأول بالصفحة 302. طيب وكذلك ذكرها الشيخ الطوسي في الجزء الثاني بالصفحة 287 في تهذيب الأحكام. هذه الرواية أريد من عندك أنه تسقط لياها باعتبار أنه أنت راح تدخل على السند مالتها وتسقط. وأنا سألتك سؤالي وأنت لم تجبني على سؤالي سألتك إياه قلت لك أريد دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة على تحريم التوسل في زمن النبي وفي زمن الصحابة والتابعين ولم تأتني بالدليل. ذهبت إلى قول الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. نأتي يا أخوان على هنالك رواية أخرى نأتي إليها الآن عن أسماء ابنة أبي بكر
أسماء بنت أبي بكر اتخذت من قميص رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته واسطة لعلاج الناس المرضى. فقد أخرج مسلم في صحيحه قال: عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خالد ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها وكان النبي يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هذا في صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب الثاني بالصفحة 894. أنا الآن إلى هنا أنتهي، إلى أن تأتيني بحديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة برواية صحيحة السند والمتن على أن التوسل محرما في زمن النبي وفي زمن الصحابة. إلك المايك وباقي الوقت إلك. كبرني. لا، قبل ما تكبرني جاوب على ولا تسألوا به خلقه للإمام علي. تفضل. تفضل جاوبني، معك خذ 3 دقائق 4 دقائق جاوبني عزيزي على قول الإمام عزيزي علي ولا نهج تسألوا به البلاغة خلقه. نهج البلاغة الآن أنت تحتج بنهج البلاغة. انطيني الرقم والصفحة حتى أطلع نهج البلاغة وأشرح ما أنت أتيت به. طيني. يلا. يلا أنا قاعد أشرب نرجيلة ترى أسمعك. نهج البلاغة جزء 2 الصفحة 92. تفضل. عايزين أكبر ولا حاجة؟ نهج البلاغة جزء 2 الصفحة 92. عاوزين أكبر؟ لا شيخي. جزء ايش قد؟ طيب يا حبايبي تفضل. معلش قد بكون يا في جزء؟ الشاحن، أنا حاطه في الشاحن عشان يستمر بس. يلا على دورك جاوبني. جزء نهج البلاغة جزء 2 الصفحة 92 بالمكتبة الشيعية. جزء 2 كبرني يا شيخ، كبرني. صفحة 92. حاضر. ايه. ابدا بالكافي جزء. اعمل ميوت. ابدا بالكافي جزء 3 صفحة 209. الكافي جزء 309. هذه هي الرواية. الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفورة ودعائي به مستجابة، إنك أنت الغفور الرحيم. شوفوا الرواية عن مين؟ أبان ومعاوية ابن وهب. وأتوجه به إليك في طلبي، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين، اللهم اجعل صلاتي بهم متقربة. الحديث رقم 2 شو عم يقول عنه الباقر المجلسي؟ الحديث مرسل. 3 قلت أنت رواية أبو أيوب.
رواية أبو أيوب الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من طريق عبد الملك ابن عمرو سنة كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، رجل من عامة الناس، فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رجل رضي الله عنه، فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. يقول أن أبا أيوب الأنصاري كان واضعا وجهه على القبر يتبرك بقبر النبي. قال: وفي الإسناد داود بن أبي صالح قال الذهبي عنه في الميزان: حجازي لا يعرف، له عن أبي أيوب الأنصاري روى عن الوليد بن كثير فقط. وقول الذهبي روى عنه الوليد بن كثير فقط وهم، إذ أن الذي في الرواية كثير بن زيد كما بين الحافظ بن حجر ذلك في تهذيب التهذيب. وفي الإسناد أيضا كثير بن زيد مختلف فيه أيضا. إذن الرواية لا تصح بسبب كثير بن زيد مختلف به. وداود بن أبي صالح الرواية ساقطة عندنا. تفضل الآن أعطني من أئمتك أو النبي، أريد من أئمتك أو النبي، اختر أكبر وأفضل وأقوى وأصح رواية في كتبك أن النبي أو أحدا من الأئمة قال لك: قل في دعائك اللهم بجاه فلان، اللهم بحق فلان. حاجة تجيب لي روايات من كتبك ضعفها وروايات من كتبي ضعفها. الآن الفيصل بيني وبينك، من كتبك ألزمني برواية أن النبي أو أحد من الأئمة قال: قولوا في دعائكم اللهم بحق محمد بجاه علي. أرد على رواية أسماء. رواية أسماء تقول بالتبرك بآثار النبي، وهذا نحن عندنا جائز، التبرك بآثار النبي، لكن التوسل بذات النبي بعد الموت كأن نقول اللهم بجاه محمد، بحق محمد، يا محمد أغثني، يا محمد أدركني، هذا لا يجوز. التبرك برواية أسماء جائز عندنا، والنبي بصق بعين علي في خيبر فبرأت، وهذا دليل على أن آثار النبي وبصقة النبي ونخامة النبي والماء الذي ينزل من يدي النبي وكل شيء ولو شعر من آثار النبي يجوز التبرك به. أنا ما حواري معك على التبرك حتى جلبت لي رواية أسماء. الآن جاوبني على رواية ولا تسألوا به خلقه. نريد منك، هل أنت تتبع الإمام علي وتنتهي عن سؤال الله بخلقه، أم أنك ستضرب كلام علي عرض الجدار وتبقى تسأل الله بخلقه؟ الروايات التي جلبتها من كتبي ومن كتبك على الكاميرا أمام الناس بينت بأنها ضعيفة لا تصح. أخرج لي من كتبك أحدا من أئمتك أو من النبي قال لك قل في الدعاء اللهم بحق علي بجاه فاطمة، ثم قل لي ما ردك على علي الذي قال ولا تسألوا به خلقه. أكملت؟ موالي معك 5 دقائق لأنك أنت أعطيتك نعم نقاط. أحسنت، سوي لي ميوت. نعم بس أنا ما أريد مقاطعة. أحسنت. يا أخوة، جاني أنا أنطي الرواية، هو شو يسوي الرواية باعتبار أنه الرواية هي بس سند، وإحنا نعلم أنه الرواية سند ومتن، وأنا ذكرت له
ذكرت له الكافي، قلت له الجزء الثالث بالصفحة 309. الظاهر هو ما سمعني أو ما راد يسمعني، بعد هذا شي يمه. وقلت له منو؟ قلت له الجزء الأول بالصفحة 302 من لا يحضره الفقيه. هذه الرواية موجودة في الجزء الأول بالصفحة 302 من لا يحضره الفقيه. واحدة من لا يحضره واحدة من لا يحضره عزيزي، يعني لا تقاطع، من لا يحضره. أعطيك إياهن أنت اكتبهن. نعم. ما بحسن يا ضيفنا، ما بحسن، مالي آلة كاتبة أنا، بدي تقول لي من لا يحضر فقيه. أي جزء؟ الجزء الأول بالصفحة 302، وكذلك في تهذيب الأحكام بالجزء الثاني بالصفحة 287. طيب، تهذيب الأحكام، ابحث على الرواية تهذيب الأحكام. نعم، بالجزء الثاني بالصفحة 287. يا أخوان، إحنا الرواية وإن كانت ضعيفة ولكن ورد متنها في أكثر من مصدر، فتعتبر الرواية معضدة ومجبرة ويعمل بها وتعتبر رواية معتبرة. هذا لدى مبانينا نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لدينا هذا المبنى، لدينا مبنى أنه الرواية إن وردت في أكثر من مصدر فتعتبر الرواية صحيحة. ليش؟ لأنه وردت بأكثر من مصدر، وإن كان هنالك في السند قدح، وإن كان في السند قدح. أنت من تريد تجي تضعف لرواية، أنت عليك أن تبين ضعيفة ليش، شنو سبب الضعف مالتها، ما هو السبب الضعف الذي ورد بتلك الرواية. لا تقل لي الرواية ضعيفة وما يصير تشتغل، لأنه أنت مبنانا إحنا نشتغل عليه، مو مبناك، باعتبار أنه أنا أوافقك الرأي، باعتبار أنه تقول لي هاي الرواية في عندي في مباني ضعيفة، أنا راح ما أحتاج عليك أقول لك ليش ضعيفة، لأن هاي مبانيك أنت اللي تعمل بها. بس من تجي تحتاج علي بالمباني اللي أنا أعمل بها، عليك أن توضح هذا الشخص الذي ورد في الرواية هل هو إمامي عدل، هذا الشخص واقفي، لو شنو موضوعه، ليش ما عمل به، شنو السبب. هذا أولا. ثانيا، لدينا مباني الرواية عندما تتواتر الرواية وإن كان هنالك قدح في السند يعمل بها، وذلك ليش؟ لأنه الرواية واردة عن الإمام. هذا المبنى الذي نعمل به. أخوان، جاني بقضية أنه التبرك ليس له علاقة بقضية التوسل. ممكن أنه تبين لي شنو التبرك وشنو التوسل يا أخينا؟ ممكن أنه تبين له هذا السجل يمك السؤال، تبين لي شنو نوع التبرك وشنو قضية التوسل. أنا شلون أجي أتبرك وأشافه بقميص النبي أو بجبة النبي، وشلون أجي أنا أتوسل من أضع شخص النبي وأقول اللهم أني توجهت إليك بنبيك؟ يعتبر هذا شرك، ويعتبر ذلك تبرك جائز غير محرم. أنا أريدك تبين لي هذا الأمر باعتبارك أنت تطرقت له، وأنا كنت واضعه أساسا أنه على أساس أنه من أمور التوسل، لا من بابين ثانيا. نأتي إلى رواية ثانية، توسل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام في الدعاء. نأتي عن أنس ابن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس عند رأسها فقال رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، زين، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعمين، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل 3، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده، ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وآله قميصه فألبسها إياها وكفنها ببرد فوقه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة ابن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد فحفر رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله فاضطجع فيه ثم قال الله الذي يحيي ويميت وهو الحي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. وكبر عليها 4. من الذي رواه أبو نعيم الأصفهاني بالحلية.
والطبراني في المعجم الكبير. الحلية وين؟ لأبي نعيم الأصفهاني بالجزء الأول. عاصم بن سليمان الأحوال بالصفحة 143. والمعجم الكبير للطبراني بالجزء العاشر. فاطمة بنت أسد بالصفحة 337. كذلك مجمع الزوائد بالجزء التاسع. كتاب المناقب فاطمة بنت أسد بالصفحة 304. أنا جاي أنطيك عدة مصادر، أنت تذهب إلى مصدر واحد وتسقط الرواية حسب ما شئت، وأنا ما جاي أحاججك باعتبار أنه أنا جاي أورد عليك أدلة، وأنت لم تأتني بأي دليل على أنه هنالك حرمة بالتوسل من زمن النبي وزمن الصحابة. اتفضل. معلش يا يا أبو عمر، ناس تفضل. معلش يا أبو عمر لحظة. معلش في إبلاغات على البث، أنت بس وصي وبس يوصلوا بس 100,000 حتى كبسوا 100,000 كبسوا تكليفة. وشيروا لك. إذا تقولكم كم وردة بهالبس يا شباب، يا إخواني أهل السنة والجماعة، في أحبابي، إبلاغات تجدد جيش تفسير العسقلاني كم وردة هيك لهالبس، هيك كم تيك توك هيك. يا ضيفنا المكرم بصوري من الآن، شفتوا يا ناس إلى الآن اعملي ميوت عم يتردد، اعملي ميوت. إلى الآن أنا شغال مدافع عن ما يلزمني به من روايات. يأتي بروايات من كتبه أضعفها، يأتي ليك روايات من كتبي أو من كتبه أضعفها. الآن شفتوا أنتوا أضعف روايات كتبه وأضعف روايات كتبي، وشغال وعم لحق ضعف الروايات اللي بيجيبها كلها. وأنا إلى الآن لم ألزمه إلا بكلام لعلي بن أبي طالب، ولا تسألوا به خلقه. إلى الآن هل شاهدتموه أو سمعتموه يجيب على علي بن أبي طالب؟ ما يجيب. كبر. قال هو، نبدأ من الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنها، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها إلى آخره. قال هذه تجيز التوسل وهذه في كتبك. قال خلاصة حكم المحدث فيه روح بن صلاح. روح بن صلاح. معلومات عن الراوي: الاسم روح بن صلاح بن سيابة بن عمرو. درجن 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 درجن. الرتبة ضعيف الحديث. ضعيف. ما شبعت وأنت تجلب لي روايات ضعيفة. 3 9 مدري 10. قال لي هو: الرواية موجودة في تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي جزء 2 الصفحة 287، وهذه هي نفسها الرواية. اللهم إني أقدم إليك محمد أو أقدم إليك محمد. اللهم إني أقدم محمدا نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الرواية. الحديث مرسل. 3 قلت لي أنت موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 1 صفحة 302. جزء 1 صفحة 302 يقول هنا: وقال الصادق. أين السند؟ قلت لي أنت ما تبين لي لماذا تضعفها. ضعفت التي قبلها بالإرسال، وهذه ما عليها سند، وهذه ما عليها سند. الآن فاطمة خلصنا منها بنت أسد، فيها روح بن صلاح. تهذيب الأحكام ما عليها سند ليك. من لا يحضره الفقيه نفس رواية الكافي قال عنها محمد باقر المجلسي مرسلة. رواية أسماء قلنا لك بالتبرك بآثار النبي وهذا جائز. النبي بصق بعين علي وهذا جائز. الآن وأنا العسقلاني أخرج لي من كتبك على لسان رسول الله، من كتبك،
لن ألتفت إلى رواية أبدا من كتبي، فقط الفيصل بيني وبينك أستاذ شيخ دكتور محمد، الفيصل بيني وبينه أن يخرج لي من كتبه رواية واحدة وتنتهي المناظرة بيني وبينك. رواية واحدة أن النبي أو أحد من الأئمة صحيحة السند على مباني الشيعة، والرواية الصحيحة عندك هي ما رواه العدل الضابط الإمامي في جميع الطبقات إلى منتهاه بدون شذوذ أو علة. رواية واحدة من كتبك وتغلبني. لن أرد بعد الآن، يكفي، لن أرد بعد الآن على رواية من كتبي لأنني أنا ضعفت كل الروايات وأمامكم على الكاميرا. عندك شغلتين: إخراج من كتبك على لسان النبي أو لسان أحد من الأئمة أجاز لك أن تقول في الدعاء اللهم بحق علي أو بجاه فاطمة. 2، إن ما رددت على نهج البلاغ أعطيتك الجزء والصفحة ولا تسأل به خلقه، انتهى. أنا لن أفتح ميوت أبدا. أنت الآن علي بن أبي طالب قال ولا تسأل به خلقه، أنت تسأل الله بخلقه اللهم بجاه علي بحق فاطمة. لسؤالي لك لماذا خالفت الإمام علي؟ أنا التزم بكتبك، ألزمتك بحجة من كتبك، رواية خطبة للإمام علي في نهج البلاغة. تيجي تقول لي أمام الناس نحن لو عندنا الرواية الضعيفة لكننا نأخذ بها، قل أنا آخذ ديني من الضعفاء والمرسلين وإلى آخره. بعدها أقول لك عفارم عليك. تفضل جاوب على هالإلزامين: إخراج رواية من كتبك وأن تجيبني على علي بن أبي طالب قال ولا تسألوا به خلقه. يلا. جيد. أنا أوردت الرواية وأوردتها في 3 موارد، وقلت أن الرواية إن صحت الرواية وأن تواردت أو تواترت الرواية في أكثر من مصدر لدى الإمامية في مبانيهم تعتبر الرواية معتبرة ويؤخذ بها ولا يقدح بها وإن كان هنالك قدح في السند، باعتبار الرواية والخبر هو يأتي على مبنيين: المبنى الأول سندا والمبنى الثاني متنا، فلا يهمل المتن إن لم يكن فيه الإشكال إن كان هنالك قدح في السند. هذا أولا، وأنا أجبت به، وأنت لم تجيبني على دعاء الإمام السجاد عندما أوردت إليك في الصحيفة السجادية، وسوف أرجع إلى ذلك الأمر. عندما أعطيتك رواية النبي صلى الله عليه وآله أنت أين ضعفتها؟ أعطني نعم، لحظة خليني أكمل. لو أنا فاتح مصادر أريد أجاوب عليك أريد أجاوبك على نهج البلاغة. أنا فاتح مصادر وبعدين سوف يأتيك على قول الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. انطيني مجالي. قلت لك على التوسل بالنبي والأنبياء، معجم الطبراني بالجزء 10، فاطمة بنت أسد بالصفحة 337. خلص أعطيتك أنها فيها روح ابن صلاح ضعيف. انتهى لا يا عزيزي، روح ابن صلاح وين ورد بالمعجم الطبراني؟ أنت طلعت معجم الطبراني وشوفتنا روح ابن صلاح. اقرأ سند المعجم الطبراني أمام الجميع. يلا. أنا انطيتك المصدر، أنت طلع وأنا انطيتك المصدر. هذا أولا. 2، قاعد الضعف بالروايات مو بكيفك. سؤالي لك اللي سألت لك إياه أنا بالبداية، سؤالي اللي يا أخي ليش تقاطعني؟ أنا دوري هذا، دوري لا تقاطع. ليش تقاطع؟ أعطني. لا ما بدي. أنت طلع، انطيتك معجم الطبراني بالجزء 10 بالصفحة 337 بالحديث 20324. طلع المصدر واقرأ لي إياه. يلا. هاي اولا. 2، لا تقاطعني لانه هاي فكرتي وهذا دوري. انت ليش تقاطع؟ تريد تشوش علي، يعود عبالك الفكره تروح من بالي؟ ما تروح الفكره من بالي. سؤالي لك وهذا سؤال الخصم لك، اذا ما تجاوبنا عليه الحوار وياك انتهى. اريد من عندك روايه صحيحه السند صحيحه المتن قطعيه الدلاله قطعيه الصدور من زمن النبي وزمن الصحابه بتحريم الدعاء بالتوسل بالنبي واصحاب النبي وكذلك بالائمه الصالحين. اريد منك هذا السؤال، تجاوب
جاوبني عليه، اذا ما تجاوبني عليه انتهى الحوار بيني وبينك. زين، انا سالتك السؤال من البدايه، انت الان تلزمني انه اجاوبك على نهج البلاغه، وسوف اجيب على نهج البلاغه ما المعجم جاء به الكبير امير المؤمنين للطبراني، عليه افضل المعجم الصلاه الكبير والسلام. للطبراني، نعم. اقرأ الرواية. الجزء العاشر. اقرأ الرواية. الجزء العاشر بالصفحه 337. افتح الكاميرا وراوينا، يلا راح اتوقف المعجم وياك حتى الكبير. بعدين اخذ وقتي. هاي كبرني. نعم. كبرني. المعجم الكبير الطبراني جزء 10 الصفحة 337. اقرأ الرواية. اقرأ الرواية. انت اقرا، انا ما اشوف. شو اشوف انا هسه؟ انت اقرأ الرواية عندك. تفضل. الروايه قرأت لك اياها، هو التوسل النبي اقرأ صلى الآن. الله ما عليه موجودة وآله. بالرواية، ما موجودة هنا. شلون ما موجوده بالروايه؟ ما موجودة. الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لي لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك. واحدة. اغفر. نعم. راح طلع. تفضل. اغفر لأمي فاطمة بعد بنت أسد ولقنها حجتها. تسلم ايدك يا ولاد، تسلم ايدك. تسلم ايدك. حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة. تفضل اقرأ السند أنت. اقرأ سند الطبراني. اقرأ سند الطبراني. اقرأ سند الطبراني. لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب دخل عليها فجلس عند رأسها فقال رحمك الله يا أمي. أمام الجميع اقرأ سند الطبراني. أنت اقرأ السند، أنا ما عندي مشكلة تقرأ السند. شوف لي وين إشكالك أنت بالرواية. السند خلاص أنا أقرأ. قل لي إشكالي بفلان مكان. واحدة. نعم. واحدة. حدثنا أحمد، يقول الطبراني حدثنا أحمد ابن حماد بن زغبة قال حدثنا روح ابن صلاح. وعد قلت لك فيها روح ابن صلاح ما قبلت، وهذا روح ابن صلاح. روح ابن صلاح ضعيف الحديث. جاوبني على رواية علي بن أبي طالب ولا تسألوا به خلقه. طيب سوي ميوت، خلي أجاوبك على نهج البلاغة وخلي نكمل حتى أريد منك تجاوبني على سؤال اللي سألت لك إياه. أريد رواية قطعية الصدور، قطعية الدلالة وثابتة برواية صحيحة سندا ومتنا من زمن النبي وزمن الصحابة والتابعين بحرمة التوسل. هذا سؤالي لك، هذا قاطع. نعم. نأتي إلى ما جاء به في نهج البلاغة، ويقول على أن علي بن أبي طالب منع التوسل بغير النبي والصحابة والصالحين. أنا راح أقرأ من الصفحة 91. وأنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى، واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها، فكونوا كالسابقين فقبلكم والماضين أمامكم، قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طي المنازل، واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل،
والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان في عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوا من أدواءكم، واستعينوا به على لأواكم، فإن فيه شفاء من أكبر داء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به. طيب، نأتي إلى الصفحة الثانية بالصفحة 92. وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، أنه ما توجه العباد إلى الله بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة ألا أن كل حارث مبتلى في حرثه، وعاقبة عمله غير حرث القرآن، فكونوا من حرثته واتباعه، واستدلوا على ربكم، واستنصحوا على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. العمل، ثم النهاية، والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر والصبر، والورع. إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وأن لكم علما فانتهوا بعلمكم، وأن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته، وأخرجوا إلى الله بما افترض عليكم من حقه، وبين لكم من وظائفه، أنا شاهد لكم. أين يا أخي جاء قول أمير المؤمنين بمنع التوسل؟ وهنا يتحدث عن القرآن والتمسك بالقرآن. ماذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أين منع ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله؟ طيب، ما القرآن على من نزل؟ ألم ينزل على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله؟ ألم ينزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ وأنت كل يوم في صلاتك وفي كل عباداتك تأتي وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وتتشهد بشهادة النبي صلى الله عليه وآله، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ما أنت كيف عرفت أنه تتشهد لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وضح لك ذلك القول من القرآن الكريم؟ الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام هنا يأتي ويقول تمسكوا بالقرآن، لم يأتي ويقول لا تتوسلوا بغير القرآن. أين القول بذلك؟ أنت أعطيني دليلك على أن التوسل بالنبي والصالحين من زمن النبي وزمن الصحابة والتابعين حرمة لا يصح فيها التوسل بالنبي. أنا أريد هذا الدليل، ولهنا أنا وأنتهي بالحديث معك، وإن شاء الله ما أكون قمت بألفاظ تسيء الأدب لأي شخص من الموجودين بالتعليقات، والدكتور وكل الأخوة اللي موجودين وجنابك إن شاء الله. يلا تفضل. دوري طب احترم يا مولى. يلا. قال تعالى، قال علي بن أبي طالب، كبرني يا شيخ، كبرني دكتور. قال علي بن أبي طالب، هو يقول أين قال علي بن أبي طالب لا تسألوا به خلقه ولا تتوسلوا بأحد؟ قال وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه. يرى الكلام أمامه ثم يقول لي أين قال علي ولا تسألوا به خلقه؟ وهذا في خطب الإمام علي جزء 2 الصفحة 92. الآن سأعطيك من كتبك، بلشنا من كتبك. الآن الصحيفة السجادية، الإمام السجاد قال والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. أنت من قال لك أن تجعل بينك وبين الله شفيع؟ والسجاد يقول بغير شفيع. جاوبني على هي الرواية. 2.
هنا عندك محمد جواد مغنية، المجلد 7 التفسير الكاشف، يقول هنا: قال: وهذه آية من عشرات الآيات التي تدل بصراحة ووضوح على أن الإسلام يرفض فكرة الواسطة بين الله وعباده، ويضع الإنسان أمام خالقه مباشرة يخاطبه ويناجيه بما شاء ويتقرب إليه بفعل الخيرات من غير شفيع ووسيط. انت اللي عم تقول له أحسنت يا موالي، جاوب على محمد جواد مغنية. من غير شفيع ووسيط. بعدها الآن عندك الإمام السجاد قال هناك بغير شفيع، هنا قال: ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت، ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت. ما قال فلان ولا قال علان. بعدها هنا في كتاب من لا يحضره الفقيه يقول هنا بالرواية 5900، الرواية مسنودة عن الصادق قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. ما قال توسلوا لا بأهل البيت ولا بفلان ولا بعلان. وهذه عن النبي برواية عن الصادق جعفر عن أبيه الباقر أن النبي قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أين قال توسل بغير الله؟ غيره. هذا نهج البلاغة للإمام علي يقول هنا: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض فقد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة. الآن الإمام علي قال أن الله لم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. فلماذا أنت تضع شفيعا بينك وبين الله؟ إلى أن قال هنا: وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار. الآن الإمام علي قال: ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. سؤالي لك: إذا كان الله ما حاجك إلى شفيع بينك وبين الله كما قال الإمام علي، لماذا أنت تضرب بكلام علي بن أبي طالب وتجعل بينك وبين الله شفيع؟ والسجاد قال بغير شفيع، أسألك بغير شفيع، وعلي قال ما في شفيع بينك وبين الله، وعلي قال ولا تسألوا به خلقه. لماذا تضرب بأقوال أئمتك ومعصوميك ثم تقول يوجد توسل بالله؟ أين هذا التوسل أمرك به أئمتك؟ لم تستطع أن تأتي، إنما جلبت لك من أئمتك قالوا لك لا شفيع بينك وبين الله، ولا وسيلة بينك وبين الله، ولا تسأل الله بخلقه. تفضل جاوبني على ولا تسألوا به خلقه وخطبة ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك. تفضل. طيب يا أخوة، سألت السؤال وين راح توجه النهج البلاغة، باعتبار أنه نهج البلاغة هو مالك علاقة به، أنت أصلا مو من شغلك نهج البلاغة، لأن هو مو إلزام عليك. إلزامي لك هذا يا ضيفنا، أنا ألزمك بنهج البلاغة. جاوب على نهج البلاغة. لا تقاطع أنا ما بقاطعك. أنت ليش تقاطع؟ ليش تقاطع أبو عمر؟ أعرف الحوار أنه
جاوبني انت جاوبني على سؤالي ردت من عندك من كتبك روايه صحيحه السند صحيحه المتين قطعيه الثبوت من زمن النبي من زمن الصحابه من زمن التابعين، روايه على التحريم بالتوسل ما جبت لي لحد الان، ما جبت لي وما راح تجيب لي واتحداك تجيب لي. اخوان انا قلت له بالتوسل بالامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام، وذلك في الصفحة 87 أننا نتوسل إليك بمحمد صلواتك عليه وآله رسولك وبعلي وصيه وفاطمة ابنته وبالحسن والحسين إلى آخر الرواية. كذلك سوف أعطيك أنت أصلا شغلتك شنو؟ تقعد على السند، هذا السند ضعيف، هذا السند ما أعرف شنو. اخوان هسه راح اجيب له مين؟ راح اجيب له من سير اعلام النبلاء، زين سير اعلام النبلاء المن الامام التابعي مطرف ابن عبد الله المتوفي سنه 95 هجريه. هذا لحظه يا اخي لا تقاطع، لا تقاطع بوقتك جاوبني على نهج البلاغه بوقتك لا انا جاوبتك على نهج البلاغه، جاوبتك على نهج البلاغه بوقتك تقاطع تريد تهرب. جاوب على نهج البلاغه، انت جاوب على محمد جواد مغني، جاوب على من جاوبتك اعطيني مجال. اعطيتك ان النبي قال اذا سالت فاسال الاخ الله احمد التميمي انت الحكم هذا دوري وجاي قاطع ما جاوبني يا ناس ما يجاوب والله جاوبتك امير المؤمنين كان يتحدث عن القرآن، امير المؤمنين عليه السلام كان يتحدث عن القرآن والتمسك بالقرآن. نعم يتمسك التمسك بالقرآن، لا يتحدث في ذلك المورد عن التوسل. ما كبرك دوري، هذا دوري لا تقاطع. انت ما جاي تجاوبني على سؤالي. والله ربط، والله العظيم هربت، والله ربط ابو عمر من عندي. والله عندي لك روايات، والله 1000 روايه عندي، 1000 روايه. والله انت هربت، والله العظيم انت تهرب، والله العظيم انت تهرب. هربت. هو هذا دائما الحديث وياكم جدل. والله ما يخلص الحديث وياك الا تعطيني مجال وقتي. ليش تقاطعني؟ والله العظيم قاطعتني تريد تهرب انت، والله العظيم قاطعتني لانه انا جاوبتك على نهج البلاغه. انت جاوبني، انا سالتك سؤالي انت جاوبتني من البدايه. جاوب على هذول ما جبت لي روايه، جيب لي الروايه واجاوبك. انا ما ضل قاعد انا اجاوبك وانت قاعد تسالني. انا اعطيتك روايه، قلت لك اريد منك روايه قطعيه الصدور بسند صحيح ومتن صحيح، روايه على تحريم التوسل بزمن النبي والصحابه والتابعين. جبت لي روايه ما جبتها، كلها تشهد عليك. ما جبت لي روايه، انا صار لي ساعه اعطيك روايات، صار لي ساعه ادلو عليك روايات وانت ما تجاوب. يلا اكتم خليني انا اجاوبك. خليني اذا ما جاوب على هاي ما اقبل انا. والله العظيم تريد تهرب، والله العظيم تريد تهرب، والله اقسم بالله تريد تهرب، لانه انت ما